مجزرة قبيلة أولاد رياح الجزائر سنة 1845. في صيف قائض من عام 1845 وسط جبال منطقة الظهرة غرب الجزائر، لجأت قبيلة أولاد رياح إلى كهوف طبيعية هربا من مطاردة الجنود الفرنسيين. لم يكونوا يحملون سلاحا، فقط الشيوخ، النساء والأطفال. كان الجنرال الفرنسي بيليسيه يتتبعهم، وعندما تأكد أنهم داخل الكهوف لم يأمر بالقبض عليهم، بل أصدر أمرا لا يخطر على بال الشياطين. أشعل الجنود الفرنسيون النيران عند مداخل الكهوف، ثم ضخوا كميات هائلة من الدخان داخلها. بدأت الصرخات تتعالى، أطفال يبكون، نساء تستنجد، شيوخ يختنقون، ولا أحد يستطيع الهرب. في غضون ساعات خيم الصمت، ليس لأنهم نجوا، بل لأن جميعهم ماتوا مختنقين. عندما دخل الجنود بعدها كانت الجثث متراكمة، أكثر من 1000 ضحية، دفنوا أحياء بالدخان بلا رحمة. هذه الجريمة البشعة لم تخفها فرنسا، بل بررها الجنرال في تقاريره بأنها ضرورة عسكرية. إنها واحدة من أبشع فصول الاستعمار الفرنسي في الجزائر،